السلام عليكم. قبل ما ندوزو لتحضير هذا الطبق الرائع ديال نظام الطيبات، غادي نسمعوا للدكتور ضياء العوضي الله يرحمه ويغفر له يا ربي في هذا النهار اشنو كان كيقول على نظام الطيبات. اساسيات الثوابت بتاعتنا: الرز والبطاطس والسكر والزيت والتمر. الحاجات دي اللي ممكن تتكرر يوميا، ممكن تعيش على حاجه واحده فيها بس فور لايف. لكن المدخلات التانية انا سامح بيها في مقدار ما لا يثير جهازك المناعي. اكلك لو اسرفت فيه هيتعبك. الوجبة اللي عمرك ما تملي منها في نظام الطيبات واللي كتحترم أساسيات النظام اللي هي الرز والبطاطس والدهون والزيوت اللي كتجي رائعة. أيضا غادي ندير معاها واحد شوية ديال البصلة باش تعطينا النكهة فقط، وغنحيدوها لأنها مسموح أن احنا نطيبوها ونكهو بها الوجبة ديالنا. وما نبغيش شي حد يدخل عندي للتعليقات ويقول لي راها ممنوعة، لأن باش تتبعي نظام طيبات على حذافيره فضروري ترجعي اللايفات الأساسية ديال المرحوم ضياء العوضي. أول حاجة غادي ناخد واحد الكمية ديال الزيت العادية ونخليها حتى تسخن مزيان باش ما تلصقش ليا اللحم على الطنجرة، وغادي نحط اللحيمات ديالي ونخليهم واحد المدة ديال 3 دقائق ولا 2 دقائق. انا الغرض ديالي باش نقليهم باش يوصلوا لهاد اللون هذا ويعطيوني اللون اللي كيكون احمر شويه. حنا بغينا ما عنديش الزعفران، فبغيت انني اللحم نقليه مزيان وباش يطلق ليا هذاك اللون ويطلق ليا البنه في الزيت. تيوصل لهاد المرحله هذه باش ملي كنطيبو ما كيجيش بيض نهائيا، كيبقى شويه فيه معاه الصفوريه ديال هاد اللون هذا اللي هي كتكون قمه البنه. هنا خديت واحد البصيله صغيره فقط، قطعت نصها رقيق بزاف ونصها خليته صايم بحال الشكل هذا باش ملي نطيبها نحيدها. واذا دابت ليا هذوك القطع الصغار ماشي مشكل، لان اهم حاجه انها دابت او طابت مزيان. غندير واحد البريقه ديال سيدنا موسى وغادي ندير الملحه وغادي نروي. مازال غادي نزيد لاصوص هنا لان غنطيب فيه الرز. اللحم غادي يحتاج يطيب لان الا بغيتي تطبقي نظام الطيبات على حذافيرها كيف ما قال الكتاب ان اللحمه خصها طيب مزيان باش تكون سهله الهضم، ما تكونش قاصحه وكدير لنا عسر الهضم. ضروري تكون سهله الهضم. غادي نصد الكوكوط ونخليها حتى كطيب اللحمه مزيان. غادي نحيد هذوك الهبيرات وغنخلي الطرف اللي فيه العظم لان مازال كيكون شويه شاد. غادي نقطع البطاطا ديالي مكعبات، غادي نزيد عليها واحد بريقه ديال سيدنا موسى. الاولى اللي طاب فيها اللحم غادي نحيدها لان كتمرر، وهذه درتها على اساس الرز. هنا غندير واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، عاد غادي نضيف عليها الرز. طبعا خليت واحد المده ديال نص دقيقه ولا دقيقه حتى لاصوص ديالي طاب مزيان ونساجم ليا مع البطاطا. عاد غادي نضيف تقريبا هنا جوج كيسان ديال لاتاي ديال العنبه ديال الرز اللي غسلته وخليته كيتسخطر مزيان. مابقاش نحرك فيه بزاف، غادي نخليه حتى كتغلى. ومره مره كنكون العافيه متوسطه، ما كنكونش العافيه مهيله، ضروري تكون متوسطه باش يتشرب ليا الرز. ومني تبغي تحركيه حركيه بهذه الطريقه، يعني حاجات حركه بسيطه باش ما يعجنش لك ويطلق نشا بزاف ويتفتت. غادي نضيف عليه دوك الحيمات اللي طايبين نخليهم من الفوق وغادي نسد عليهم. شوفوا دابا راه ناشف شويه، باقي فيه شويه ديال لاصوص فقط. عاد غادي نسد عليه الكوكوط ونقص العافيه على حدها ونخليه حتى كيوصل لهاد المرحله هذه كيتشرب ليا هذاك لاصوص كامل. وتنغطيه واحد المده ديال 10 دقائق. عاد غادي نسكبو وناكلو لان هذاك البخار كيزيد يطيبو اكثر. الوجبه ديالنا هي موجوده، جات رائعه وبنينه. البنه ديال اللحم فيها واضحه، البصله ما بقاتش نهائيا لان حيدت هذوك المكعبات الكبار. اما دوك الصغيورين فذابوا نهائيا، ما بقاش كتحسي بهم ولا كتذوقيهم ولا كتحسي بانهم كاينين في الماكله اصلا. غادي نسكبوا بحال هذا الشكل هذا ونقدموا بالصحه والراحه. كنتمنى هاد الوجبه تعجبكم وراها لذيذه، جربوها وما تخافوش منها، كلوا قد ما بغيتوا. الا كنتم ما بغيتوش تنقصوا الوزن ديالكم. بالصحه والراحه، والله يرحم ضياء العوضي ويجعل علمه والتضحيه اللي قدمها لينا في ميزان حسناته يا رب. ما تنسوناش من خالص دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.